بيبدأ الأنمي بأم وشايلة ابنها، ومن الواضح إنها بتحاول تهرب من ناس بيلحقوها، ولكنها بتتعب فبتقرر تقعد في مكان تستريح فيه، وبينما هي بتغني لطفلها بتسمعها واحدة ساكنة في المكان، ولكنها بتكون طيبة معاها وبتقولها تخش تستريح عندها عشان الطفل اللي في ايديها ما يتعبش ولا حاجة. الأم بعدها طلبت إنها تاخد الطفل وتخليه عندها عقبال ما تروح تشتري له العلاج بتاعه، وبتلاحظ الست قرادة شبه جوز الهند متعلقة على رقبة الطفل، ولسه هتقول لوالدة الطفل متأخريش بتكون الأم اختفت من المكان كله. ومرت السنين وبعد 18 سنة كبر الولد وبقى اسمه شو. كان ماشي في مهرجان مع أخته بالتبني له، وهو ماشي في المهرجان فجأة سمع اتنين بيتكلموا عن ناس عندهم قدرات خارقة، وبعدين بيشوفوا تجمع كده وبيشوفوا واحد بيلعب بالنار، وأول ما شو بيقرب منه بيلاقي الزمن حواليه وقف ومحدش من اللي واقفين بيتحرك، وفجأة كده بيظهر سيف من العدم طاير في الفضاء، والقلادة اللي على رقبة شو بتتوهج، وبعدين بيرجع لوعيه وبينبهر شو من الشخص اللي واقف على المسرح وبيلعب بالنار، وبيقول في سره ده أكيد مش شخص عادي، ده أكيد عنده قوة خارقة. وبيخلص العرض ولو بتسأل شو هو الراجل ده عمل كده ازاي. شو قال لا والله ما اعرف. فبيسحبوا هما الاتنين ورا الكواليس عشان يعرفوا هو الساحر عمل كده ازاي، بس طبعا كلنا عارفين إن دي خفة يد مش أكتر. على الله حكايتك يا لو. وأول ما بيدخلوا بيشوفوا ناس بيضربوا الساحر بمخدر، ولو ساعتها خافت وصرخت والناس سمعوها. شو لحق الموقف وطلع وقال لهم هو الحمام منين؟ احنا كنا بندور على الحمام. وبعدها واحد من اللي واقفين قال له الحمام مش هنا، الحمام في الخيمة اللي بعدينا. وقال له بالمناسبة احنا الشرطة وكنا بنحقق مع الراجل ده في موضوع معين. شو قال لهم تمام وراح ماشي من المكان هو ولو بسرعة. وبعد ما طلع شو من الخيمة بيقول في سره واكيد هم خطروه عشان يستعمل قوات سحرية في العرض. وهما ماشيين في الطريق شو بيسأل له انت ايه رأيك في الناس اللي بيطلع لهم قوة سحرية اليومين دول؟ لو قالت له انا عارف ان هم اكيد اقوياء، بس ما تقلقش يا شو، انا يوم ما فعل قوتي السحرية هبقى اقوى منهم وهحميك عشان تبقى تطبخ لي. شو بص لها وهو بيضحك وقال لها تمام. وبعدها بيرجعوا على بيتهم وشو بيقابل الست اللي ربته عندها لما كان صغير. ولو كانت مفكراها انها بتعمل اكل وكده وكانت عايزة تجرب، ولكن بنكتشف ان ده دواء عشبي وغير صالح للاكل، ولكن لو برضو كانت عايزة تجرب. على الله حكايتك يا ست لو والله. بعديها شو بياخدها وبيدخلوا على بيتهم. وفي البيت لو كانت قاعدة بتتفرج على التلفزيون على الأطفال اللي قوتهم الخارقة اتفعلت، وفي نفس الوقت شو بيخش على المطبخ عشان يحضر لها الأكل. اخوها الكبير بقى وكده رجولة يا ابني والله، ولكن بيكتشف ان المكرونة خلصت فبيطلع عشان يجيب غيرها، وبيقول لها لو عايزة حاجة يجيبها لها معاه وهو جاي. وردت عليه بطريقتها وشكلها كده يا صديقي دي طريقتها الخاصة في الشكر. شو بيقول لها انا راجل وسخ اني فكرت اعمل لك الاكل اساسا. وبعدين بيطلع عشان يجيب المكرونة، وأثناء ما هو ماشي بيفتكر ذكريات طفولته لما كان في دار الأيتام، وبيفتكر إن محدش كان بيقف معاه دايما غير له، حتى لما كبر وساب الملجأ له الوحيدة اللي كانت بتسأل عليه وهربت عشان تكون معاه، ولما كان بيرجعها دايما كانت بتهرب وترجع له تاني. أصيلة والله يا جدعان. ولكن فجأة وهو ماشي سرحان بتظهر عربية وبتخبطه، والواد شكله بيروح مننا يا جدعان، وأول حاجة افتكرها هي ذكرياته مع لو. بيكون خلاص كده شكلها النهاية، لكن فجأة بتظهر حاجة غريبة كده، والسلسلة اللي على رقبته بتتوهج لثواني، وفجأة بتتعالج كل جروحه، وبيسقط على الأرض كده ومستغرب من اللي حصل. بيقول أنا إزاي مش حاسس بحاجة، والراجل واقف مرعوب ومفكره مات، لكن شو بيكون متعصب منه جامد بيقول أنا مستحيل أسيبه يمشي بالساهل. وبعدها شو قام ووقف عادي وكأن مفيش حاجة حصلت، ولسه بيقول له أنت في مشكلة كبيرة. بيكون الراجل خد ديله في سنانه وهرب من هنا، ولكن قبل ما يمشي بيظهر فوق دماغه نقط كده. وبعدين شو راح عشان يجيب المكرونة اللي هيتعشوا بيها، والراجل بتاع المحل كان مصدوم من شكل الدم اللي على دماغه، وظهر فوق راسه كده أرقام برضه زي ما ظهر مع الراجل التاني. شو راح واخد منه المكرونة بسرعة وراح جري على البيت، وهو بيجري خبط في اتنين وبرضه ظهر أرقام فوق راسهم. وبعد ما وصل شو على البيت لو قالت له انت اتأخرت كده ليه؟ وإيه الدم اللي على دماغك ده؟ شو قال لها مفيش حاجة وسابها ودخل الحمام، وهو في الحمام بيبص على جسمه وبيلاقي إن مفيش خبطات ولا جروح ولا أي حاجة. وبعدها شو راح على أوضته، وفجأة وهو قاعد بتظهر شاشة غريبة قدامه كده وظهر فيها النقط اللي جمعها النهاردة. في الأول ما كانش فاهم إيه النقط دي، بس بعدين افتكر الناس اللي ظهرت نقط فوق دماغهم، وبيعرف إنه لما بيضايق حد بياخد منه نقط، بيفرح أوي وبيقرر إنه هيضايق كل اللي هيقابله. وبعدها شو بيشوف حاجة اسمها عجلة الحظ، واللفة ب100 نقطة، وقال أنا معايا 900 نقطة يبقى أنا كده معايا 9 لفات. بدأ يلفها مرة واتنين لكن مبيجيلوش حاجة، لحد ما جت لفة كده وبيظهر له تفاحة سحرية، وأول ما شو بياكلها بيحس إنه بقى هو من الأول. وبيفرح شو وبيقول إن هو هيبقى ملك الشياطين القادم.
وبعدها فضل يلف لكن برضه ما بيطلعلوش حاجة لحد ما جت آخر لفة وفجأة طلع له مخطوطة كده وشو كان واقف مصدوم وبيظهر له فيها كلمات الأغنية اللي والدته كانت بتغنيها له لما كان صغير. وفجأة شو بيحس بحاجة غريبة في جسمه وبينتقل لعالم تاني وبيلاقي النقط اللي جمعها كلها اختفت لأنه ضيعها كلها في عجلة الحظ. فبيحاول يضايق أخته وبيلاقي إن النقط السلبية ابتدت تتحسب فبيقرر يضايقها تاني. خنزير خنزير يا ابني والله. وبعدها شلو ولو كانوا قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون ولكن شلو بيحس بحاجة غريبة بره فبيطلع عشان يشوف ايه. ولكن لما بيطلع بيشوف نفس الناس اللي ضربوا السحر بمخدر في المهرجان. فبيحاول شو يستخبى منهم ولكن في واحد منهم بياخد باله فبيحاول يهرب لكنهم بيمسكوه. فبيقولوا له انت تاني انت بتعمل ايه هنا يا ابني؟ رد عليهم شو قال لهم انا ساكن هنا. انتوا اللي بتعملوا ايه؟ الراجل قال له احنا بندور على مجرم خطير خليك جوه البيت عشان ما يحصلكش حاجة. شو قال لهم تمام وراح داخل جوه. ولما دخل جوه قال ازاي انا حسيت بقوتهم وهم ازاي ما حسوش بقوتي؟ ده اكيد قوتي السحريه اعلى منهم. بس جات له فجاه وقالت له انت كنت بتعمل ايه بره؟ ولسه هيحكي لها كل اللي حصل وبيلاقي واحد وقع من على السطح قدامهم. فبيطلع شو عشان يشوف مين ده وبيقول له خليكي جوه عشان ما يحصلكيش حاجه. ولسه بيطلع بره وبيلاقي له طلعت وراه وبيبص على الراجل بيلاقي نفس الراجل اللي كان بيلعب بالنار في المهرجان. فلو بتقول له شو ايه رايك نطلب له الاسعاف ولا ندخله جوه؟ شو قال لها ان احنا مش معانا تكاليف مكالمه الاسعاف. قال لها سيبيه هنا متلقح على الارض. وهنا الراجل بيسمعهم فبيتعصب جامد وبيطلع منه نقط كده. شو بعدها عرف ان هو عمل نفسه مغمى عليه فبيقعد يضايق فيه اكتر. وبعدها الراجل زهق منه وفاق وقال له ان انا عايز شويه ميه. شو قال له ما عندناش ميه خد شويه التلج دول كلهم. فالراجل اتعصب منه فطلب من له ان هي تساعده ولكن شو ما بيرضاش وفضل يستفزه اكتر عشان يكسب منه نقط. بعدها الراجل اتعصب وقام ماسك دراع شو كان هيحرقه ولكن شو قدر ان هو يطفي النار بقوته. بعدها حاول يحرقه تاني ولكن برضه شو قدر يطفاه بقوته وكان شكله وحش الصراحه. بعدها الراجل خاف منه وقال له لو قلت لك ان انا كنت بهزر معاك هتصدقني؟ شو بص له كده وقال له مصدقك. وبعدين سابه يمشي وهو ماشي قال له خلي بالك اطلع من عليا سطح تاني. فالراجل مشي متعصب وشو كسب منه نقط بالهبل. دخل على البيت واخته قالت له انت ازاي ما اتحرقتش منه؟ اوعى تكون قوتك الخارقه ظهرت وانا معرفش. شو ما ردش عليها وفضل يضايق فيها شويه. بعدها بيدخل شو على اوضته وبيخش على مركز قوته وبيلاقي فيه عنصر بيتشرب النقط اللي بيجمعها. فبيشتريه وبيطلع له حاجه غريبه كده فبياكلها. اول ما بياكلها بيدخل مجال قوته وبيشوف فيه كواكب كده ويظهر ان فيه عنصر جديد من قوته اتفعل. وبيرجع من المجال بتاعه وبيلاقي نفسه قادر ان هو يشيل سريره بايد واحده. بعدها بيطلع من الأوضة بتاعته وبيلاقي له واحد بيتفرج على التلفزيون. فبيقعد جنبها وبيمسك التليفون وبيخش على جروب الدفعة فبيضايق فيهم وبيكسب منهم كلهم نقاط. بعدها لو بتسأل شو انت محدش بيكلمك ليه عشان تخرج معاهم؟ قال لها عشان عارفين ان انا مش معايا فلوس عشان كده مش بيكلموني. بتقول له لو انت اللي مكبر دماغك. شو قال لها لا والله انت تعرفي المصاريف اللي بندفعها للاكل والشرب والغاز قد ايه؟ اللي احنا بندخله يا دوبك بيقضينا. فلو بتحس بيه ودول تجيب له البيض اللي هيبيعه بكره. وبنعرف إن هم عايشين من فلوسه أساسا. وشو كل يوم قبل المدرسة بيروح يبيع البيض عشان يجيب فلوس يصرف منها. هو واقف بيعدي اتنين من زمايله وبيبص عليه ولكن بيعملوا نفسهم مش شايفينه وبيكملوا في طريقهم. وبيسأل الراجل العجوز اللي واقف جنب شو هما ما بيكلموكش ليه؟ شو بيقول له هتلاقيهم محرجين مني عشان واقف ببيع في الشارع ولا حاجة. العجوز بيقول له ايه الغلط في اللي انت بتعمله؟ هما اللي المفروض يتكسفوا من نفسهم مش انت. بس فجأة وشو واقف بيبيع بيدخل عليه رئيس الفصل عشان يتبرد عليه. بيقول له الفلوس اللي انت بتدخلها من بيع البيت دي بتكفيك؟ فبيرد عليه شوب كله بيقول له اه الحمد لله بتكفيني. فبيتعصب رئيس الفصل كده وبيطلع منه نقط. بعدها رئيس الفصل بيقول له انت لازم تبيع كل البيض اللي معاك بسرعة ولا هتتأخر على المدرسة. شو بيقول له لو خايف عليا اشتري كل البيض اللي معايا. وبعدها بيقول له الكل البيض خلص ورئيس الفصل اشتراه. الناس كلها اتعصبت وكسب منهم شوية نقط كده. رئيس الفصل قال له تمام هشتريه بس انا مش معايا فلوس كاش. طلع فيزا كده وقال له خد حاسبني. وشو ما كانش عارف يعمل ايه لحد ما جت واحدة كده وشو أول ما شافها قلب نط من مكانه. دفعت لرئيس الفصل وقالت له أنا هسلفك ولما يبقى معاك فكة أبقى رجعهم لي. وشكل كده شو بيحبها. المهم بيروح شو على مدرسته ولكن فجأة وهم قاعدين بيدخل عليهم واحد بسرعة وبيقول لهم في واحد في الفصل اللي فوقنا طاقته ظهرت وبيعتدي على الطلاب وماسك مدير المدرسة وبإنه هيقتله. شو بعد ما سمع الكلام بيجري على فوق وبيعدي من جنبه كده نفس البنت اللي دفعت له فلوس البيت وبيحس إن عندها قوة خارقة هي كمان لكنها ما بتبينش. وبعدها شو وصل فوق وبيلاقي طالب ماسك المدير وشكله هيرميه من فوق ولكن ما بيكونش فارقة معاه. وكل اللي بيفكر فيه هو ازاي يعصبهم عشان ياخد منهم نقط. فبتجيله فكرة ازاي يكسب منهم نقط وراح طالع على الولد بيبدأ ينرف السوي ويقول له كلام مش مفهوم. وكل اللي كانوا واقفين زهق من كتر كلامه وكسب منهم نقط بالهبل. وأثناء ما كان شو بيكلمه
كان الولد اتشتت انتباهه والشرطة قدرت إنها تمسكه والموضوع خلص على خير خلاص. بعدها رجع شو على فصله وليه ناس هناك مستنياهم، والناس دي جاية عشان تعمل تحاليل للفصل يعرفوا مين فيهم قوته اتفعلت. شو كان عايز يهرب منهم لكن معرفش، والمدرس قال له كويس إنك جيت عشان نبدأ بيك. وبعدها وهو راجع على البيت بيشوف واحد كده وبيمدله إيده عشان يسلم عليه، بس شو بيسيبه ويمشي. وبعدين الواد اتعصب وكسب منه شوية نقط كده. أول ما بيوصل على البيت بيلاقي لو بتفتح له وباين عليها إنها تعبانة جدا، وبيوديها شو على السرير وبيقول لها ترتاح عقبال ما يجيب لها العلاج. وبيطلع بره الأوضة وبيفتح القوة بتاعته وبيلعب عجلة الحظ لحد ما بيجيب منها شوية فواكه، وبيدخل على لو وبيديها واحدة كده. لو بعد ما أكلتها اتحسنت والحرارة راحت في ثواني. بعدها شو بيقول لها خلاص انت اتحسنتي ما تنسيش تعملي واجباتك. فبتتعصب لو وكسب منها شوية نقط، وبعدها كفرت الباب في وشه. تاني يوم بيكون شو قاعد في الفصل وبتكون نتيجة التحاليل ظهرت، وبيبدأ المدير يندى على الطلاب اللي قوتهم الخارجة اتفعلت. وأول بنت بيندى عليها هي الساي، وبعدها بيندى على رئيس الفصل، وكمل بعدها بقية الطلاب لحد ما جه آخر واحد. المدرس صعب اللي اسمه كان مستغرب أساسا، وطبعا آخر واحد كان شو، والكل ما كانش مصدق وأخد منهم نقط كتير بعد اللي حصل. تاني يوم بيجي طالب جديد على المدرسة وبيكون اسمه جيا، وبيروح يقعد جنب شو عشان البنت اللي كانت قاعدة جنبه قامت وزهقت منه. والولد كان في قمة الجمال الصراحة، لدرجة إن في طلاب في الفصل كانوا مفكرينه بنت. وشوف فضل يتبرد عليه كالعادة عشان يكسب منه شوية نقط. بيقول له هو أنت في حد اعترف لك بحبه قبل كده؟ جيا قال له أيوه. شو قال له مقصدش ولاد، هل في بنت اعترفت لك قبل كده؟ خنزير لي في الماكس والله. المهم بالليل بيروح شو الطلاب اللي كتلهم الخارقة ظهرت وبيتجمعوا في المدرسة عشان يتدربوا على استخدام طاقتهم، وبيروح شو على مكان التدريب وبيلاقي الراجل ده هو اللي هيدربهم، وبيكون نفس الراجل اللي كل شوية بيظهرله، وبالمناسبة اسمه شيفو وهو اللي هيديهم درس النهاردة. وبيقول للطلاب حد فيكم يعرف خليط الصوديوم والبوتاسيوم؟ رئيس الفصل بيرفع ايده بس المدرس بيختار شو بيقول له خليط الصوديوم والبوتاسيوم ده اكيد طريق سحر للجنة صح؟ المدرس بيتعصب وبيقول له اقعد، انا غلطان اني سألتك اساسا، يا ريت تكون وقف رئيس الفصل. بعدها المدرس بيعرف الطلاب بالعنصر ده وبيكون اسمه الكفاءة، يعني اي حد فيكم دمه هيلمسه العنصر ده لونه هيتغير على حسب لون قوته. وبتنقسم الألوان دي لستة، وكل ما كان اللون أغمق كل ما كانت قوتك أعلى. وبتنقسم العناصر لست درجات من ألف لواو، وهيتوزع عليكم كلكم دلوقتي بعد ما نخلص درس النهاردة. بس عايزكم تعرفوا حاجة، أيا كان لون عنصر كفاءتك ده مش مقياس لقوتك، إنما بعد كده قوتك هتبدأ تزيد بالتدريب وشغلك على نفسك. أنا واثق إن كل واحد فيكم في المستقبل هيبقى حاجة كويسة وتشرفوا دولتكم. تحفيز لي في الماكس والله. بعدها نتيجة التحاليل بتظهر وبياخد شو أقل نتيجة، وده عشان أكل فاكهة بتقلل قوته عشان مش عايز حد يعرف بيها. ورئيس الفصل فضل يتريق عليه شوية عشان درجته أعلى منه، غلبان والله ما يعرفش اللي فيها. بعدها راح شو ماسك التليفون وضايق فيهم كلهم وخلاهم يولعوا. بعدها رجع شو على البيت وبيفعل قوته وبيقول يا ترى هيطلع لي عناصر جديدة غير الفواكه، فبيلعب عجلة الحظ لحد ما بيطلع له حاجة كده اسمها توفو. ريحته استغفر الله تعرف بس طعمه جبار يا صديقي. لو بعد ما بتشم الريحة بتقول له انت جبت البتاع المقرف ده منين؟ شو قال لها تصدقني لو قلت لك كسبته. بعدها شو فضل يلف عجلة الحظ ومش بيطلع له حاجة غير التوفو لحد ما بقى معاه 50 توفو. لو بتقول له ما عندكش عصير ولا اندومي كله توفو توفو؟ فبيقول لها شو ما فيش حاجة بتطلع له غيره والله. لحد ما اخيرا بتطلع له مخطوطة كده. شو اول ما بيمسكها فجأة كده بتدخل القوة في لو، فجأة الزمن بيقف وبيجي شعاع جاي من السما وبيدخل في لو، وبتظهر خريطة نجمية جديدة وشكل كده قوة لو اتفعلت. جمدان يا شقيق. لو خافت كده وقالت لشو هو ايه اللي بيحصل، انا مش فاهمة حاجة. شو بيقول لها تركز وتحاول تدخل مركز قوتها، وبالفعل بتحاول فعلا وبتدخل مركز قوتها وبتلاقي الخريطة النجمية بتاعتها ظهرت، وشكل كده قوتها الخارقة هي كمان ظهرت. فبتفرح له قوي والفرحة ما بتكونش سايعاها، وبيدخل شي على اوضته بيفكر ازاي يخلص من كل الطوف اللي معاه ده. فبتجيله فكرة ازاي يطلع منه فلوس، وبيقرر انه هيبيعه بكرة في السوق بدل البيت، واللي هيشتري منه يبقى كسب منه فلوس، واللي مش هيشتري يشم الريحة فيتضايق ويكسب منه شوية نقط. دماغ شغالة مش بتنام والله. تاني يوم بيطلع شو عشان يبيع التوفو. طلع من البيت وبيلاقي عجوز ماسك سيف واقف بيتدرب بيه، وبان عليه كده محترف في استخدامه. بيروح العجوز على شو بيقول له ايه اللي مصحيك بدري كده؟ شو قال له عشان اجيب فلوس دراستي وكده. العجوز بيقول له طب مش عايز تتعلم الحركة دي؟ شو قال له لا، وراح سايبه وماشي. والعجوز اتضايق شوية وخد منه شوية نقط. بعدها بيروح شو عشان يبيع التوفو. مفيش حد يبقى عايز يشتري منه في الاول، بس بعد ما واحد بيدوق ويعجبه والناس كلها بتتلم عليه وبيبيع كل التوفو في ثواني. ربنا كريم يا شو والله. بعدها شو بيكمل حياة الخنزرة بتاعته وبيفتح في قدرات جديدة، خنزرة أكتر قدرات أكتر. وفضل مكمل شو الخنزرة لحد ما بيكمل كل الكواكب في خريطته النجمية. وبعدها بيظهر له طاقة جديدة كده وسلاح جديد يقدر يستخدمه، هو السيف ده. وبنعرف إنه ممكن يستدعيه في العالم الحقيقي ويقدر يتحكم فيه تحكم كامل. ده كده عظمة أوي.
وتاني يوم بيروح شو على الفصل بيشوف صحابه بيتكلموا عن الجرائم اللي بتحصل الفترة الأخيرة. بعدها بيشوف رئيس الفصل كده وهو بيعمل فيها بطل قومي وبيقول لهم ايه رأيكم نعمل فرقة سرية ونحارب المجرمين دول، بس محدش بيعبره وبيروح يتروشن على شو عشان يعوض النقص اللي عنده. بس شو ما بيردش عليه هو كمان، فبيديها الواد أكتر وبيكسب منه نقط بالهبل. وبالليل بيروح شو عشان يكمل تدريبه مع المدرس بتاعه، وبعدها بيديهم حجر للسحر كده وبيقول له الحجر ده هيساعدك انك تتدرب وتطور من خريطتك النجمية عشان تكون اقوى. بس انت فاكرك ان شو محتاج حاجة زي دي عشان يطور خريطته؟ لا والله. بعدها بيروح شو بيجرب الحجر اللي المدرس اداهوله، بس خريطته النجمية بتكون قوية جدا وبترفض استخدام الحجر اللي جابه، وبيقول حاجات شيفو كلها ملهاش لازمة كالعادة. تاني يوم بيشوف شو العجوز وهو بيتدرب برضه وبيعمل شوية حركات كده عشان يتبهر منه ويخليه يدربه، ولسه هيقول لي شو مش عايز تتعلم الحركة دي بيكون شو عدى من جنبه وسابه ومشي وما قالوش صباح الخير حتى. خنزير برو ماكس والله. وبعدها بيوصل شو على المدرسة وبيكون رئيس الفصل قاعد مستلم الطلاب وحاطط عليهم في الريست، وبيشوف شو بيحاول يستهزأ بيه كده وبيقول له ايه رأيك تيجي تلعبني بإيدي الشمال، هي ضعيفة شوية عن إيدي اليمين بس حاجة على قدك. فبيوافق شو وبيروح يلعبه وبيكسبه بكل سهولة. فبيقول له شو تعالى لعبني بإيدي اليمين، أنا الشمال عندي قوية شوية. وشكل كده انقلب السحر على الساحر وشو بيغلبه برضه بكل سهولة، وبيتريق عليه شوية وبيقول له ده أنا قوتي ظهرت بعد ما مسكت ايدك يا رئيس الفصل. والواد شكله كان وحش الصراحة وبيتعصب جامد ويشوف يكسب منه شوية نقط. بعدها بيروحوا الطلاب عشان ياكلوا وشو بيجي يقعد جنبهم بالطوفو عشان يجننهم في عيشتهم. خنزير خنزير يا ابني والله. بيجي جيا عشان يسأله ازاي طاقته زادت، فبيعلي صوته كده وبيقول له ده انا كنت بلعب ريست مع رئيس الفصل وبعدها طاقتي زادت، ده هو نجمة حظي. فبيقول له جيا يقول له المدرس طاقته زادت عشان يديله احجار سحريه اكتر عشان يتدرب بيها. غلبان والله ما يعرفش اللي فيها. فبيسأل شو على مكان شغل المدرس، فبيقول له جيا انه شغال في شبكه الارض. شو بيقول له بجد والله. فبيقول له جيا ايوه، وفي منشآت تانية اقوى زي شبكه السماء ودي اقوى منها بمراحل. فبيقول له شو تمام، وبعدها بيروح على البيت. بس هو قاعد بيسمع صوت حد قدام بيته، وأول ما بيشوفهم شو بيتصدم كده وبيعرف إنهم من شبكة السماء وجاي العجوز اللي ساكن جنبه. وبيروح واحد كده على العجوز وبيطلب منه إنه ينضم لشبكة السماء، وبيقول له إن الشبكة محتاجة شخص موهوب زيه، وبيقول له إن الشبكة فيها مقعد شاغر واحد ومش هيقبل بحد غيرك. ولكن العجوز بيرفض، وبالمناسبة اسمه ليه. وهو ماشي بيقول له إن الكرسي الفاضي في شبكة السماء مش هيبقى لحد غيرك. وبعدها بيمشي وشكل كده العجوز ده جامد جدي وإحنا مش عارفين. وشو بعد ما شاف اللي حصل عرف ان العجوز دي علاقة بشبكة السماء وكده، وقرر انه هيتعلم منه مبارزة السيوف. وتاني يوم بالفعل بيروح شو للعجوز بيطلب منه يعلمه المبارزة. العجوز فرح وقال له تعالى في اي وقت وانا هعلمك. بس الراجل لسه ملحقش يفرح وليه شو بيقول له بس بشرط. العجوز قال له وايه هو؟ شو قال له تهتم بلو وتذاكر لها عشان مش فاضي الفترة دي وكده. يعني انت عايز الراجل يعلمك وبتتشرط عليه كمان، نص ثقتك يا ابني وانا عارف اسرائيل بمسدس ميه. طبعا انت متوقع ان العجوز بعدها يرفض، بس لا والله العجوز اتضايق شوية ولكنه وافق في الاخر. هتقولي طب ازاي؟ هقولك المخرج عايز كده. وتاني يوم مش قاعد في الفصل بيلاقي النقط بتاعته ابتدت تزيد لوحدها، فبيستغرب كده ولكن بيعرف ان ده بسبب له، وهي قاعدة بيتضايق في العجوز، وده طبعا عشان قوتها اتفعلت بسببه. المهم بعدها بيطلع شو من الفصل وبيشوف ساي. البنت دي هادية بصورة مش طبيعية وشكل كده وراها حاجة. بعدها بيروح شو على البيت وبيلاقي العجوز قاعد بيذاكر للو وبيعلمها شوية مسائل رياضية. البنت متعبة جدا والعجوز كل ما يقول كلمة تقعد ترد عليه. لو بتقول له انت اتعلمت العد امتى؟ العجوز قال لها قبل ما انت تتولدي. لو قالت له طيب انت عندك كام سنة؟ العجوز قال لها 81. فقالت له انت عندك 81 سنة وانا عندي 10، لو شلنا العشرة يبقى انت قعدت 71 سنة ما بتعرفش تعد. العجوز عصب منها والخنزير بتاعنا واقف فرحان طبعا عشان له بتزوده نقط. والخنزير ربى خنزير اصغر منه. والعجوز بيقول له شو انا علمتها زي ما وعدتك اهو، يلا بقى عشان اعلمك المبارزة. شو قال له تمام بس يا ريت تخلي بالك منها وتذاكر لها كل يوم. مش عارف ايه اللي القيمة دي، تحس كده ان الواد ماسك عليه حاجة. المهم بعدها العجوز جاب مجموعة اوزان كده وقال له انا عايزك تلبسهم بالتدريج، ابدأ بالاخف وبعدين قلب الاوزان للاتقل وهكذا. القفاز ده اتقل حاجة هنا ووزنه 300 كيلو، ابدأ بالاخف الاول لحد ما توصل له. بس انت فاكرك ان شو هيعمل كده؟ لا والله. العجوز لسه ما كملش كلامه بيلاقي شو ماسك القفاز بايد واحدة ورميه في الهواء وبيقول له انا نظام طاقتي زاد الفترة الأخيرة، خلينا نبدأ على طول. العجوز انبهر من قوته وقال له طب يلا بينا نبدأ. وبعدها مسك ورقة كده وقال له انا هعلمك ان كل حاجة في العالم ممكن تقطع. شحن الورقة بطاقته وضرب ضربة كده شقت المكان كله، والضربة من كتر قوتها شقت الجدار كمان. العجوز بعدها جاب سيف واداه شو عشان يتدرب بيه. شو فضل يتدرب وطاقته بتزيد، الواد قوته بتزيد بسرعة كبيرة جدا، حرفيا بقى محترف سيوف وشكله كده دي موهبة. وبعد التدريب العجوز قال لشو انا عايز اسالك سؤال. شو قال له ايه؟ العجوز قال له امتى الواحد يبقى قوي؟ شو قال له لما يكسر كل القواعد.
العجوز قال له لا لا مش قصدي، انا قصدي ايه القوة اللي ممكن الواحد يحتاجها عشان يبقى قوي. شو قال له انا مش عارف، بس اللي انا عايزه ان اعيش عيشة كويسة واحمي له مش اكتر. العجوز قال له بس لو بقى عندك قوة كبيرة هيبقى عندك فرصة اكبر انك تحمي ناس اكتر، وهيبقى سيفك موجود لمساعدة غيرك. شو قال له لو حد اداني مهمة مش هقبل بيها، انا مش عايز اعتمد على حد، انا بفضل اعتمد على نفسي. انا عارف ان طريق الحياة صعب وبيحتاج من الانسان مجهود كبير، بس مهما كانت الحياة صعبة انا عايز اعيشها بطريقتي حتى لو غلط. والعجوز بعد ما سمع الكلام ده شو كبر في نظره وقال له انا فاهمك وهستمر في تدريبك. وبيخلص اليوم على كده، وتاني يوم والعجوز قاعد بيعلم له شوية مسائل، كان جايب لها شيبسي ومروق عليها وبدأت تذاكر وتستوعب أكتر. بس فجأة بيحس العجوز بحد من شبكة السماء وراه، بس العجوز ما بيكونش حابب وجوده، وبيقول له ايه اللي بيحصل لما بيجيلنا ضيف غير مرغوب فيه. فبتقول له نطرده على طول. فالراجل بيتعصب ويشوف يسأله نقط كده على شاشته، وبيعرف ان في حد من شبكة السماء عند العجوز. وشو كان عنده فضول فبيروح جري على المعلم عشان يعرف مين ده. واول ما بيوصل بيلاقوهم واقفين مع بعض، ولو بتسأله انت ايه اللي جابك دلوقتي. شو قال لها نسيت حاجة بس وكنت جاي اخدها. فبتقول له تمام هجيبها لك انا وبعدين ما تدخل البيت. والراجل بيقول للعجوز هو ده تلميذك. العجوز ما رضاش يقول له الحقيقة، وقال له ان درجة قوته ضعيفة جدا وان تدريبه هيبقى مضيعة للوقت. بعدها الراجل ده واللي بالمناسبة اسمه شيه بدأ يعرف العجوز عن المخاطر اللي بدأت تظهر في الدولة، وبيطلب من العجوز انه ينضم لشبكة السماء. ولكن طبعا العجوز بيرفض، وبعدين شيه بيمشي. وبعد ما بيمشي شيه العجوز بيدي شو انبوبتين كفاءة من اللي بتقيس القوة دي، وبيقول له خدهم واعمل اختبار عشان تعرف درجة قوتك بعد التدريب وصلت لفين. شو اخدهم فعلا وبدأ يشوف المحلول بيتحول للأسود القاتم عنده وعنده له، وده معناه ان قوتهم من الدرجة ألف، واللي بتعتبر أقوى درجة من بين الست درجات. ده كده عظمة على عظمة أوي. ولكن فجأة لون الدرجة بيتغير وبيتحول للون تاني وشكله كده أعلى من الدرجة ألف كمان. ده كده عظمة على عظمة خالص. ولو هي كمان درجتها بقت أعلى، ده كده عظمة على عظمة خالص خالص يا جدعان. بعدها شو بيطلع بره عشان يدفن انابيب الكفاءة عشان محدش يشوفها. ولكن فجأة العجوز جه وسأله عليها، بس شو قاله إن قوته ضعيفة زي كل مرة. فالعجوز اتضايق شوية ومشى. وبعدها بيروح شو بيتدرب على خريطته النجمية وبيفتح في كواكب جديدة وبيكسب منها طاقة جديدة، والطاقة دي بتكون هالة كده وبتحميه من الإصابات. جمدان قوي كده. وشو بيقول في باله أنا عايز أشوف له عملت إيه هي كمان. في الوقت ده لو كانت بتحلم بالخريطة النجمية بتاعتها، وبتقدر هي كمان تفتح في كواكب جديدة وتكسب قوة جديدة. ده إيه العيلة الجامدة دي يا جدعان. اللي بتقول له انها شافت ثقب اسود في خريطتها السماويه. شو بيقول لها وريني كده. البت استخدمت قوتها وطلعت نمله كده من الثقب الاسود، وبتقول له انها بدات تحس بطاقه الكائنات الميته دلوقتي، والنمله دي كانت ميته امبارح. بعدها بيطلعوا بره هما الاتنين عشان يشوفوا اذا كانت لو تقدر تستدعي نملة اكتر وكده. ولكن بنعرف انها متقدرش تستدعي اكتر من حاجة واحدة في نفس الوقت، وده لان طاقتها لسه مش قد كده. وبيقول لها شو تجرب على اي حاجة تانية، وبيلاقيها استدعت عصفور كده، بس ده مش هينفعها لو دخلت في خناقة. وبنعرف انها كل ما بتستدعي حاجة اكبر بتستهلك طاقة اكبر، ولكن بعد الاستدعاء الموضوع بيبقى عادي وما بياخدش حاجة من طاقتها. المهم شو قال لها سيبك من العبط ده كله، تعالي نجيب لك حاجة تنفع كسلاح. شو وداها على محل خنازير عشان تستدعي واحد هناك بطاقتها. وبتقول له انت عايز نبقى فتاة الخنزير يعني ولا ايه. الشو بيقول لها ايوه، وبيخنزر عليها اكتر. ولو قالت له بس احنا كده يبقى عندنا خنزيرين في البيت ولا ايه. شو قال لها خلاص في محل حمير بيفتح في الشارع اللي جنبنا كل يوم اتنين، تعالي اما نجيب لك واحد. اهو بالمره تلاقي قعدت تتكلمي معاه لما ما يكونش موجود. فبتقول له يعني انت عايز نبقى فتاة الحمار بدل فتاة الخنزير يا خنزير. فبيقول لها ايوه. قصف جبهات فاخر من الاخر والله يا جدعان، والاتنين مش راحمين بعض. المهم بيستنوا لحد ما واحد بيتذبح وبعدين بيروحوا. اول ما بيوصلوا على البيت شي بيقول لها طلعي اخويا يلا، قصدي طلعي خنزيرك يلا. لو قالت له تمام وطلعته فعلا. بعدها شو حاول يشوف هو زي الحقيقي ولا لا، وفي النهايه بيكتشف شو انه زي الحقيقي بالظبط، وبيطلع السيف بتاعه وبيشوف هيعرف يقتله ولا لا. وبالفعل السيف بتاع شو بيخلص عليه في ثواني. ولو كانت واقفه جنبه على وشك انها تخلص عليه عشان فضلت اليوم كله مستنيه الخنزير لما يتذبح، وفي الاخر شو جه وخلص عليه. بس شو قال لها انه اسف وانه هيجهز لها العشاء. وهم قاعدين على العشاء بنشوف في الاخبار ان في جريمه سطو مسلح تمت على بنك، وان في 17 شخص اتصابوا ومنهم 3 ماتوا. المهم شو بيبقى قاعد مبسوط وفرحان جدا، وده بسبب انه بدأ يكسب فلوس من الطفل الفترة الأخيرة، وحالتهم المادية اتحسنت وهيقدر يشتري ليلو كل اللي هي عايزاه. وبيقول إن شاء الله بعد فترة هنقدر نشتري البيت ده وما نقعدش بالإيجار تاني. بس فجأة وهم قاعدين شو بيحس بناس عندهم قدرات خارقة قريبة منه وشكلهم كده وهم نفس الناس اللي سمعنا عنهم في الأخبار. بيروح شو عشان يراقبهم، ولو هي كمان بتشبط فيه وبتبقى عايزة تروح معاه. وشو بيبقى خايف عليها ومبيبقاش عايز ياخدها معاه، بس لو قالت له ما تقلقش مش هقرب منهم. بيجروا ناحية الناس فعلا عشان يشوفوه، واللي كان
ساعتها الإصابة متجمعة على جسر كده وكانوا واقفين بيواجهوا الشرطة وشكلها كده هتقلب مجزرة يا معلم. وأول ما وصل شو شاف المدرس بتاعه واقف بيواجه العصابة، وبنشوف شو اللي هم واقفين بيتفرجوا على العركة اللي بتحصل. الشرطي بدأ يصد ضربات المجرمين بكل سهولة ومفيش حد عارف يقرب له، بس فجأة انتباهه بيتشتت وبيهجم المجرم عليه. الشرطي بعد ما شاف قوته طلع يجري منه عشان يوصل لزمايله، بيوصل فعلا وبيبدأ القتال ما بينهم، بس المجرم ده قوي جدا ومحدش قادر له. ولكن فجأة وسط الهجوم بتكون الشرطة حاطط متفجرات عليهم وقتل اتنين منهم، وبيهجم اتنين من الشرطة عليهم عشان يخلصوا على الأخير. ولكن بنكتشف إن المجرمين لسه عايشين وما ماتوش من الانفجار. المهم بينجح المجرمين إن هم يقتلوا اتنين من الشرطة وبياخدوا بعضهم وبيهربوا. وبس كده، ده كان الجزء الأول من حكاية شو. فلو عجبكم وحابين إن أنا أنزل جزء تاني اكتبولي في الكومنتات. وبالمناسبة ده أول ملخص ليا ووارد إن يكون فيه بعض الأخطاء، بس إن شاء الله يعجبكم. فلو عجبكم ما تنساش تشجعني في الكومنتات عشان أستمر. وبس كده، سلام.